أهلا بيكم معايا في بودكاست نقطة ومن أول السطر، ولسه مكملة معاكم سلسلة حلقات حكايات أعجبتني، وحلقة النهاردة بعنوان أنا السبب. حكاية النهاردة من الحكايات اللي ترددت إن أحكيها، وهي حكاية صعبة بس لأنها عجبتني وفيها درس مهم فقررت أحكيها. وللأمانة أنا مش عارفة إذا كانت حكاية حقيقية أو لأ. وبدون أي مقدمات هبدأ في حكاية النهاردة. والحكاية بتقول كان في ست جوزها مات وهي في عز شبابها، وكان عندها ابن وحيد عاشت وهدفها الأول والأخير هو ابنها وإزاي تربيه تربية صالحة. والابن كبر وبقى حافظ لكتاب الله ومحافظ على صلواته في أوقاتها وبيقيم الليل من صغره. بار بأمه، متفوق جدا في دراسته وأخلاقه ما يختلفش عليها اتنين. وبعد ما خلص تعليمه واتخرج من أرقى الجامعات اتوظف في وظيفة مرموقة بمرتب عالي جدا. بقى شاب كل الناس بتحسدها عليه، وأمه كانت دايما بتتباهى بيه وبتربيتها ليه في كل مكان ومع كل حد. ولما كانت تجتمع بأهلها أصحابها أو جيرانها تفضل تتكلم عن أخلاق وتفوق ابنها وإزاي هي ربته وتعبت عليه وضحت بكل شيء علشانه. ولما كانت بتشوف أولاد جيرانها أو أصحابها بيعملوا حاجة غلط أو سلوكهم مش أفضل حاجة كانت دايما بتلومهم وتقول لهم أنا لو كان ده ابني كنت عرفت أربيه إزاي، انتم مقصرين في تربية أولادكم. وبينها وبين نفسها كانت دايما شايفة نفسها إن هي الأفضل وإنها تستاهل لقب الأم المثالية. هي اللي ربت وكبرت وتعبت وضحت دايما، هي وعلى طول بتقارن ابنها بكل اللي حواليها، وطبعا هو اللي بيكسب علشان هي أمه اللي ربته أحسن تربية. والحقيقة ابنها كان دايما بيحس إن هو شخص مهم ومتميز عن الجميع، لأنه بيسمع أمه طول الوقت بتشكر فيه وبتتباهى بيه قدام كل الناس. وده خلى جواه شيء من الغرور، ومع الوقت صدق نفسه وشوية بشوية بقى إنسان متكبر ومغرور، مفيش حاجة ولا حد عاجبه، حاله حال أمه. ويمر الوقت وللأسف حال الشاب بيتبدل. بعد ما كان ما بيفوتش صلاة أصبح ما بيصليش خالص، وأهمل شغله واترفد، وأصبح بيسهر في أماكن عمره ما دخلها قبل كده، وبيتصرف تصرفات كانت أمه دايما بتنتقدها في الناس اللي حواليه. حتى أصحابه اتغيروا وبقى بيتعاطى حاجات. وللأسف أصبحت معاملته لأمه سيئة جدا، بيرد عليها وبيتعصب، ووصل بيه الحال إنه مد إيده عليها وسرقها. والأم قفلت على نفسها، ما بقتش تخرج ولا بتشوف أي حد، أصبحت مهمومة وحزينة طول الوقت ودموعها دايما على خدها، وبتسأل ليه بس يا ربي؟ أنا عملت إيه أستاهل عليه كل ده؟ ويوم بعد يوم حال الشاب بيسوء، وبعد فترة ابتدأت الأم تفوق وتعرف الحقيقة. هي السبب في اللي حصل لابنها. كبرها وغرورها اللي أوهمها إن هي سبب صلاح ابنها، إحساسها إنها عرفت تربيه أحسن من كل اللي حواليها، نسيت إن ده توفيق ربنا. هي حقيقي ربته وتعبت، بس بفضل الله وعونه ربنا وفقها تربيه، ربنا اللي حافظ وساعدها وساعده. بس الاتنين نسيوا ونسبوا الفضل ليهم هم وبس. تعالت على كل اللي حواليها، وبدل ما تشكر وتحمد ربنا على فضله عليها وعلى ابنها اتغرت، وكانت بتسخر من كل اللي حواليها وتدعي إنها أفضل منهم وإنها أحسن أم. بدل ما تحاول تساعدهم وتقدم لهم نصايح من خبرتها اتكبرت وتعالت، وفي الآخر حال ابنها اتبدل 180 درجة. بس الحمد لله، وعلشان ربنا كريم، الأم فاقت وعرفت إن اللي بيحصل ده عقاب ليها على اللي عملته،
واستغفرت ربنا وندمت على أفعالها وتابت، ومن يومها ما بطلتش تدعي لابنها وتطلب من ربنا يسامحها ويسامح ابنها ويعفو عنه ويهديه. وفي يوم وهي قاعدة على سجادة الصلاة بعد ما خلصت صلاة الفجر كانت بتدعي ربنا ودموعها سابقة لسانها، حست بحركة في الشقة، ابنها رجع. وتخيلوا كانت خايفة جدا من ابنها، سبحانك يا رب. وابتدأت خطواته تقرب من أوضتها أكتر وأكتر، وفجأة فتح باب الأوضة وهي متسمرة مكانها والخوف مليها. قرب منها وقعد جنبها وميل عليها، بس راسها والدموع مغرقاه وقال لها حقك عليا يا أمي، ادعيلي. الأم انهارت وخدت ابنها في حضنها وقالت له حقك انت عليا يا ابني، أنا السبب. وزي ما الأم ندمت واستغفرت ربنا على ذنبها، ابنها كمان ندم وتاب ورجع عن الطريق اللي كان ماشي فيه، بس الرجوع ما كانش سهل خالص. أمه فضلت جنبه وساعدته وكأنها بتربيه من أول وجديد وبتتربى معاه، بس دلوقتي بقت عارفة إن اللي بتعمله مجرد سعي ربنا اللي بيقدرها عليه، والنجاح والتوفيق بإيد ربنا وحده. وبعد وقت طويل الابن رجع تاني إنسان صالح، وربنا وفقه الوظيفة أحسن ووضع أفضل. والأم هي كمان رجعت تاني تشوف أهلها وأصحابها، وكانت بتستغل أي فرصة وتحكي حكايتها وتعتذر للناس على اللي كانت بتعمله، وابتدأت تساعد كل اللي حواليها في تربية أولادهم بالنصيحة أحيانا، وأحيانا تعرض عليهم إنها تقدر تساعدهم في المذاكرة. بقت تقدم كل اللي تقدر عليه بحب، وأخيرا استحقت لقب الأم المثالية. وهنا وبتخلص حكاية الأم وابنها. الحكاية خلصت صحيح، بس الحيرة والأسئلة بدأت. يا ترى كان لازم الأم تمر بكل ده علشان تعرف إن الفضل في صلاح وتوفيق ابنها مش مجرد مجهودها وتضحياتها وتربيتها وبس؟ يا ترى كان لازم الابن يتحول للنقيض ويخسر كل شيء ويرجع تاني يبدأ من أول وجديد علشان يعرف إن نجاحه وتوفيقه في حياته مش نتيجة اجتهاده وتربية أمه ليه وبس؟ والإجابة أحيانا كتير لازم علشان نفوق ونعرف الحقيقة لازم نتصدم ونفقد النعم اللي احنا معتقدين إننا نستاهلها ومتهيأ لنا إنها حق مكتسب. ساعات بننسى ونتغر والشيطان يضحك علينا ويهيأ لنا إننا أحسن وأفضل من غيرنا، والحقيقة إننا ممكن نكون بس محظوظين، ربنا كرمنا وعافانا مما أصاب به بعضا من خلقه. يمكن طريقنا كان سهل لأننا أضعف وما نقدرش نستحمل عقبات في حياتنا. يمكن الناس اللي حوالينا وحياتهم كلها مشاكل وابتلاءات أفضل مننا وأقوى، لأنهم برغم كل اللي هم فيه بيكملوا وبيوصلوا للي احنا وصلنا له بسهولة. ربنا أعلم بينا وبقدراتنا، علشان كده بيحملنا اللي نقدر عليه ويقدرنا عليه. فبلاش نتغر وننسب لنفسنا فضل ربنا كرمنا بيه، لأن في النهاية محدش فينا يضمن بكرة فيه ايه. دوام الحال من المحال. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وأحب قوي أعرف رأيكم فيها. ويا ترى فعلا كان لازم كل ده يحصل علشان الأم وابنها يفوقوا ويحمدوا ربنا ولا ايه؟ في انتظار آرائكم في التعليقات. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.